صباح الخير ومساء عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. سلسله السي من شركه ريلمي كانت سلسله كده فرعيه، وواحده واحده بدانا نشوف اللي هي بتبدا تاخد حجم اكبر وموبايلات اكتر بتنزل في السنه من فئه السي، لغايه ما بقت تقريبا فئه مهمه جدا لا تقل اهميه عن الموبايلات الفلاج شيب بتاعه شركه ريلمي اللي بتنزل في مصر، يعني اذا كان مثلا ريلمي 7 او ريلمي 8. فالنهارده احنا معانا الريلمي سي 21 واي، وده اول موبايل انا عامل له ريفيو من شركه ريلمي يكون في بعد السي حرف تاني على طول، بيكون مثلا ريلمي سي 20 ولكن ريلمي سي 21 واي. مش عارف بصراحه حرف الواي دوت بيرمز لايه، ولكن هو اكيد بيرمز لحاجه، لان الموبايل دوت كمان فيه كذا حاجه كده مختلفه. فمن غير ما نضيع اي وقت النهارده هنعمل ريفيو وهقول لكم رايي والمميزات والعيوب بتاعه الموبايل دوت. فاول حاجه هنبدا بيها هي التصميم بتاع الموبايل. الموبايل هنا ماشي مع نفس سلسله السي اللي شكلها مش بيعكس سعرها خالص. الواحد لما يجي يبص على موبايل شبه دوت بيقول ان دوت شكل موبايل غالي مش موبايل رخيص خالص. هو اي نعم معمول من البلاستيك، ولكن البلاستيك ملمسه هنا حلو من النوع اللي هو بيعمل صوت كده، والموبايل شكله شيك خصوصا باللون الاسود. فبصراحه من شكل الموبايل ما يقولكش انا جاي من فئه سعريه رخيصه. اي نعم لو مسكته هتحس بكده عشان الماتيريالز بطبيعه الامر من البلاستيك، ولكن شكل الموبايل شيك جدا، فيه كده زي مثلثات كده، وكل مثلث ليه ملمس مختلف عن التاني. فبصراحه انا بحب جدا التصميم بتاعه فئه السي، ولكن طبعا ما اتغيرش كتير عن بقيه الموبايلات اللي بنشوفها من فئه السي. نفس كده الستايل بتاع السلسله، ولكن مع اختلاف ان في الموبايل دوت فيه سماعه في الظهر، وديت هنتكلم عليها كمان شويه. برضو عندنا البصمه في الظهر شغاله بطريقه طبيعيه جدا، يعني بصمه عاديه في الظهر. وعندنا المربع بتاع الكاميرات اللي هنتكلم برضو عليه بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الكاميرات. فبالنسبه للديزاين بتاع الموبايل بصراحه ما عنديش عليه اي اعتراض. الماتيريالز رخيصه، ولكن عشان هو كده موبايل في فئه سعريه رخيصه فماتيريالز برضو تعتبر مقبوله جدا. بالنسبه للشاشه فعندنا هنا شاشه بدروب نوتش عاديه جدا اتش دي، يعني شبه الشاشات المتوسطه في الفئه السعريه ديت. هتبقى شاشه مناسبه ليك لو انت عايز تتفرج على افلام او على اليوتيوب، ولكن لو انت شخص هاوي تتفرج مثلا على افلام او على كونتنت على اليوتيوب وتدور بس على شاشه الكواليتي بتاعتها حلوه، فالشاشه هنا اتش دي مش فول اتش دي، مع انك لو دورت شويه في الفئه السعريه ديت ممكن تلاقي حاجه فول اتش دي. وطبعا برضو تردد الشاشه هنا 60 هرتز عادي. الشاشه برضو بتيجي من نوع اي بي اس، فديت بترجعنا لاول نقطه تاني ان الالوان برضو مش هتكون يعني احسن حاجه لحد بيحب يتفرج على محتوى كتير، ولكن هي شاشه مقبوله جدا لاي حد عادي بيتفرج على افلام وعلى اليوتيوب، ولكن مش دي هي الحاجه المفضله بتاعته. ولكن لما نيجي نتكلم عن نقطه قوه الموبايل دوت فاحنا ممكن نذكر الاداء كحاجه منهم. بنيجي نتكلم عن الاداء او نتكلم مثلا عن الالعاب وفئه السي من ريلمي، اكتر موبايل معلق في دماغي ومعلق في دماغ الناس هو الريلمي سي 3. ساعتها كانوا مسمينه الجيم مونستر او حاجه شبه كده من كتر ما هو كان موجه للناس اللي بتحب تلعب. المفروض ان السي 21 واي بيكمل نفس المسيره ولكن بمعالج مختلف. بصراحه الموبايل دوت فيه معالج اول مره انا اجربه، وبصراحه كان اول مره كمان اسمع عنه. قعدت ادور عليه شويه واعمل ريسيرش كده، وهو اسمه اليوني سوك، اتمنى اكون منطقه صح، التي 610. المفروض المعالج دوت هو اقوى من الميديا تك جي 70 اللي كان موجود في الريلمي سي 3. ولو هنقارنه بمعالج موجود من المعالجات المشهوره فممكن نقارنه بالسناب دراجون 665، ولكن هو معالج اول مره بصراحه استخدمه. خليني اقول لكم ان انا اتفاجئت بالارقام بتاعه المعالج دوت. مثلا في لعبه شبه ببجي الاعدادات اللي انت ممكن تلعب عليها ممكن تلعب على اتش دي هاي، ممكن كمان تقلل الجرافيكس شويه وتلعب على فريم ريت الترا. كمان تجربه اللعب كانت سلسه، ما كانش فيه تقطيع كتير، ده بالنسبه للالعاب. بالنسبه للتصفح اليومي كفيسبوك وانستجرام والحاجات ديت انت الدنيا ديت كلها هتكون معاك برده تمام. المعالج هنا زي الفل. الموبايل بيجي ب 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت مساحه تخزين داخليه، فالاداء في الموبايل دوت يعتبر كويس لاي حد جيمر وعايز يجيب موبايل في فئه سعريه قليله شويه. في نفس الوقت لو انت شخص عادي بتتصفح فيسبوك وانستجرام والدنيا ديت فانت برضو دنيتك تبقى تمام بالنسبه للاداء بتاع الموبايل. وزي ما الاداء بصراحه خالف توقعاتي شويه، ولكن الاحسن الكاميرا كمان خلفت توقعاتي ولكن مش للاحسن قوي. خلينا دلوقتي نتكلم عن الكاميرات. بالنسبه للكاميرات الخلفيه فاحنا المفروض عندنا 3 كاميرات، ولكن انا بصراحه بعتبرها كاميرا واحده بس. عندنا كاميرتين، واحده ماكرو واحده ديبس، الاثنين 2 ميجا بكسل، مالهمش لازمه قوي، والكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل. عشان كده انا بعتبرها كاميرا واحده بس مش 3 كاميرات، وكذا شركه بتعمل الحركه ديت يعني، فدي حركه طبيعيه. بالنسبه للكاميرا فانا حاسس ان صورها عاديه مقبوله. لو انت شخص بيحب التصوير دي مش احسن كاميرا هتكون مناسبه ليك، ولكن هي كاميرا تمشي الحال في الاضاءه الكويسه لما يكون في شمس في نص النهار. ولكن لو جيت بالليل او جيت في ظروف اضاءه صعبه وجربت تصور
مش هتطلع احسن نتيجه بالنسبه لك. فهي كاميرا مقبوله لاي حد مش بيصور كتير. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي كاميرا 5 ميجا بكسل، وبصراحه الكاميرا الاماميه عجباني وحاسها مقبوله جدا لو انت شخص بيحب ياخد صور سيلفي كتير، فالكاميرا ديت مش هتاثر معاك، يعني هي كاميرا مقبوله. ده كل اللي اقدر اقوله عن الكاميرات، بما اني مفيش حاجات كتير ممكن نتكلم عليها ليها علاقه بالكاميرات بتاعه الريلمي سي 21 واي. بالنسبه لمكان السماعه فهو مكان روش قوي بالنسبه للالعاب، لان ايدك مش بتغطيها وانت بتلعب، ولكن بصراحه السماعه صوتها مش احسن حاجه، وممكن تغطيها في كذا حاله. يعني مثلا لو انت ماسك الموبايل كده انت غطيت السماعه، لو انت حاطط الموبايل على السرير بتاعك او على اي حاجه السماعه برضه هتكون يعني صوتها مكتوم شويه، لان هي مستغطيه في ظهر الموبايل. فهو مكان حلو ووحش في نفس الوقت، يعني ليه عيوب ولكن برضو ليه مميزات، زي انت ماسك الموبايل كده وانت بتلعب السماعه مش هتكون مقفوله او مش هتكون ايدك محطوطه على السماعه. بالنسبه لصوت السماعه نفسه فهو مقبول برضو مش احسن حاجه. كان في حركه ذكيه جدا ممكن ريلمي تعملها، وهي ان تخلي السماعه بتاعه المكالمات اللي فوق برضو تشتغل كسماعه خارجيه، فبالتالي هيكون عندك كده ان صوت جاي من ورا وصوت جاي من قدام، فالدنيا هتكون احسن بكتير. بصراحه شايف ان ريلمي لو كانوا عملوا كده كانت تبقى حركه ذكيه، وممكن يعني اتمنى ان انا اشوفها في المستقبل بصراحه. بالنسبه للبطاريه فديت الحاجه الحلوه اللي بتتوارث من موبايل من فئه السي لموبايل بعده. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، بطاريه كبيره جدا لو انت شخص عايز موبايل ببطاريه محترمه الموبايل دوت ليك. ولكن رغم ان حجم البطاريه كبير الا ان في حاجه ضايقتني جدا هنا، وهي الموبايل لسه بيجي بمايكرو اس بي، ودي حاجه بصراحه انا مش قابلها في 2021. المفروض كل الموبايلات خلاص بصراحه من رايي تيجي بيو اس بي تايب سي، ولكن الموبايل هنا بيجي بمايكرو اس بي، فدي حاجه بتختلف من شخص للتاني هل ده عيب ولا لا، ولكن انا بالنسبه لي شايف ان كل الموبايلات المفروض دلوقتي تيجي بيو اس بي تايب سي. برضه الموبايل هنا بيجي بخاصيه اسمها الشحن العكسي، فاللي هو انت ممكن لو معاك موبايل بيفصل شحن ومعاك هنا وصله اوتو جي ممكن تركب الوصله في الموبايل وتشحن الموبايل التاني من موبايلك. بما ان البطاريه هنا كبيره جدا فانت ممكن تشحن موبايل تاني باستخدام الموبايل دوت، فدي برضه خاصيه روشه جدا. بالنسبه لسعر الموبايل فالموبايل موجود على نون ب 2300 جنيه، فانت هتجيبه في رينج السعر دوت. انا شايف بصراحه اللي هو موبايل مناسب للناس اللي بتحب تلعب، ولكن مع ذلك انت لازم تكون عارف انت بتحب ايه بالظبط. فلو انت شخص مش مهتم بالتصوير قوي ولكن مهتم ان الموبايل بتاعك يكون اداؤه كويس في الالعاب وان بطاريته تكون كبيره، اظن دوت هيكون موبايل مناسب ليك. وبس كده، ده كان رايي، ولكن طبعا الاهم هو رايكم انتوا. قولوا لي ايه رايكم في الموبايل دوت، وايه الموبايلات التانيه اللي ممكن تكون منافسه. لو عايزين اي مقارنات اكتبوها لي في الكومنتات ونحاول نعملها في اقرب وقت. دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا على شفتوا الفيديو يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب على القناه لو انت لسه مش عامل سبسكرايب. اعمل لنا فولو على الانستجرام عشان خلاص داخلين على 10000 فولور هناك، فيا ريت تعمل لنا فولو على الانستجرام. وبس كده، شكرا شفتوا الفيديو مره تاني واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.